أهلا بيكم مع فيديو جديد على قناتكم الدراسات الممتعة. فيديو اليوم هيكون حل الجزء الأول من أسئلة الدرس الأول، قارة إفريقيا، الموقع والكشوف الجغرافية. يلا بينا نبدأ. المعلومة في الدرس كانت هي: أنا قراء قديمة من العالم القديم، عاش علينا وفينا الإنسان القديم. قارات العالم القديم 3: آسيا، إفريقيا، أوروبا. أكبرنا حجما آسيا، وأصغرنا أوروبا. يا ترى النقطة دي لما يسأل عنها في الامتحان هيكون السؤال شكل واحد، ولا ممكن يجي السؤال في عدة أشكال؟ المعلومة في الدرس كانت هي: الحضارة هي مجموع الإنتاج ثقافي، إنتاج مادي ثقافي، عادات، تقاليد، علوم، فنون، مادي، مباني قلع قصور. يا ترى النقطة دي لما يجي يسأل عنها في الامتحان هيكون شكل واحد، ولا ممكن يجي السؤال في عدة أشكال؟ المعلومة في الدرس كانت هي: فكر كده، توقع. ده أنا واثق حجم وموقع. 20% ده حجمي من باقي القارات. 30.4 مليون كيلومترات المربعة. يا ترى النقطة دي لما يجي يسأل عنها في الامتحان هيكون السؤال شكل واحد، ولا ممكن يجي السؤال في عدة أشكال؟ المعلومة في الدرس كانت هي:
شمالي بحري متوسط يبعدني عن أوروبا، وعند جبل طارق بقرب من أوروبا. يا ترى النقطة دي لما يجي يسأل عنها في الامتحان هيكون السؤال شكل واحد ولا ممكن يجي السؤال في عدة أشكال؟ المعلومة في الدرس كانت هي أما من الشرق أنا مش ناسية، بيبعدني بحر ومحيط عن آسيا، بحري أحمر ومحيط ومحيط الهندي، بس برجع تاني منها بقرب، عندي مضيق مضيق باب المندب. يا ترى النقطة دي لما يجي يسأل عنها في الامتحان هيكون السؤال شكل واحد ولا ممكن يجي السؤال في عدة أشكال؟ المعلومة في الدرس كانت هي أما من الغرب ده محيط أطلنطي، يبعدني عن الأمريكتين، واحدة شمالية وجنوبية، والأطلنطي يبعدني عنهم هما الاتنين. يا ترى النقطة دي لما يجي يسأل عن يكون السؤال شكل واحد ولا ممكن يجي السؤال في عدة أشكال؟
المعلومة في الدرس كانت هي مصر تقع في شمال الشرقي وفيها حتة مهمة في شمالها الشرقي، هي شبه جزيرة سيناء. أنا بتصل بآسيا في شبه جزيرة سيناء، بها جالي من آسيا حضرت ثقافات كتيرة. يا ترى النقطة دي لما يجي يسأل عنها في الامتحان هيكون السؤال شكل واحد ولا ممكن يجي السؤال في عدة أشكال؟ المعلومة في الدرس كانت هي ياه، انتي بتتصلي بآسيا عن طريق شبه جزيرة سيناء؟ أيوة، دي مهمة جدا بقى طبعا، وليها أهميتين أساسيتين. واحدة استراتيجية علشان جالي منها حملات عسكرية، والتانية حضارية علشان جالي منها الحضارة الإسلامية. وعلشان أحافظ على أمن مصر وعلى أماني لازم أحمي شبه جزيرة سيناء بكل كياني. المعلومة في الدرس كانت هي ما شاء الله، موقعك الجغرافي هايل، مية مية. بيه اتحكمتي في طرق الملاحة العالمية. يعني ايه موقع استراتيجي يا ترى؟ يعني موقع مهم في كل الأوقات، في السلم، في الحرب، في الأزمات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول من فيديو حل أسئلة الدرس الأول قارة أفريقيا الموقع والكشوف الجغرافية. نشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.